السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من هجمة مرتدة. ونحب نبدأ في البداية بنقول الله أكبر ولله الحمد وتحيا مصر. قفشة جاب جول من فاول يا جماعة أخيرا، والحمد لله. يعني الحمد لله قفشة مش جاب جول واحد النهاردة، لأ ده جاب اتنين. والحمد لله محمد هاني عمل اسيست من عرضية، يعني محمد هاني عمل اسيست من عرضية، ودي حاجة يعني ضرب من ضروب الخيال. أنا حاسس إن احنا في حلم النهاردة، يعني مش دي مش مباراة للنادي الأهلي، لا احنا في حلم تقريبا. محمد هاني وقفشة. محمد هاني بيصنع هدف وقفشة بيجيب جولين، واحد منهم من فاول بقاله يجي 10 سنين بيدور عليه. فيعني الحمد لله الحمد لله ان النادي الأهلي كسب، والحمد لله ان هما الاتنين ده عمل اسيست وده عمل هدف. يعني ان شاء الله هنحلل مباراة النادي الأهلي وسان جورج الأثيوبي. النادي الأهلي ابتدى بطريقة لعب 4-3-2-1، تشكيلة فيها الشناوي وعبد المنعم وربيعة، على الشمال كريم الدبيس، وعلى اليمين محمد هاني، قدامهم كوكا امام عاشور، وقدامهم قفشه صانع لعب، على اليمين احمد عبد القادر، وعلى الشمال كريستو، وقدامهم كهربا مهاجم صريح. طبعا سان جورج احنا مش عارفين اي اسماء فيه، ولكن هو كان بيلعب بطريقه لعب 4-3-3 برضه، ولكن طريقه لعب ال 4-3-3 اللي هي الكلاسيك مفيش صانع لعب. النادي الاهلي ابتدى المباراه بالسيطره التامه كالعاده، بالطول وبالعرض، نسبه استحواذ وصلت اكتر من 70% في الشوط الاول. في الدقيقة 9 إمام عاشور قدر بالمهارة الفردية إن هو ياخد فاول من على حدود المنطقة، سجلها قفشة بطريقة ولا أروع. ونحب نهني محمد مجدي قفشة على الجون الفاول اللي هو بقاله كتير قوي بيدور عليه، يعني ولكن كان هدف رائع جدا بصراحة يعني. والكرة اتلعبت بطريقة رائعة، ونتمنى من قفشة الاستمرارية إن شاء الله، وإن هو يلعب الكرة بإتقان زي الفاول ده بإذن الله يعني. طبعا استمرت المباراة كالعادة زي ما هي، ضغط النادي الأهلي. ولكن اللي حابب أتكلم فيه إمام عاشور. إمام عاشور أنا هفضل أتكلم على إمام عاشور كل حلقة إن شاء الله يعني. إمام عاشور لعيب رائع جدا. إمام عاشور لعيب يا جماعة، لعيب تقيل، لعيب كبير، لعيب بسم الله ما شاء الله عليه يعني. يعني لعيب إضافة كبيرة جدا للنادي الأهلي. لعيب يعني كولر، أنا شايف إن مارسيل كولر بإذن الله يعني هيطلع من إمام عاشور نسخة مرعبة من لعيب رائع جدا. لعيب بيعرف يشوط وقوي بدنيا ومهاري جدا، مهاري بشكل رائع جدا بالنسبة للعيب مركز 8. فإمام عاشور بيأدي أداء رائع سواء في الدوري أو في ماتشين أفريقيا لحد دلوقتي، أو حتى في مباراة السوبر الأفريقي. فإمام عاشور ده يعني هو نجم الماتش النهارده، بغض النظر عن ان كهربا وقفشه جابوا هدفين، ولكن امام عاشور بصراحه كان بيلعب كويس جدا النهارده، وهو كالعاده يعني امام عاشور لعيب كبير. محمود عبد المنعم كهربا ضيع سيل من الفرص، ولكن في رساله يعني عايزين نوجهها لكهربا. جمهور النادي الاهلي كله يا كهربا بيحبك، وجمهور النادي الاهلي كله بيدعمك. مالكش دعوه بحد بره الملعب، وما تحطش في دماغك كلام حد، لا فلان قال ولا رئيس النادي الفلاني او مرشح الرئاسه في النادي الفلاني. مالكش دعوه بحد. انت بتلعب في اكبر نادي في افريقيا، وفي اكبر نادي من اكبر الانديه في العالم. انت بتلعب في اكبر نادي في مصر، اكبر نادي في افريقيا، ونادي من اكبر الانديه في العالم. فما تشغلش دماغك بالكلام التاني. الكهرباء ضيع سير من الفرص، وواضح ان الكهرباء يعني بره المود خالص. لحد الدقيقه طبعا 19 كهرباء تحصل على ضربه جزاء وسددها هو بنفسه في الشباك، تسديده قويه جدا. وده الهدف الثاني للنادي الاهلي. بعدها كرة عرضية من محمد هاني تردت من الدفاع وراحت لكريم الدبيس، اللي رفع الكرة كهربا ما لحقهاش، حطها قفشه على طول. الهدف الثالث للنادي الاهلي، وانتهى الشوط الاول. يعني هو الماتش ما فيهوش اي شغل فنيات ولا فيه اي حاجه، باختلاف ان النادي الاهلي ادى فرصه، او مارسيل كولر بالتحديد ادى فرصه لبعض العناصر زي كريم الدبيس. كريم الدبيس شفنا لعيب على الجبهه الشمال، لعيب صغير في السن ولعيب رائع جدا. يعني كريم الدبيس انا شايف ان هو كان واخد الجبهة دي كلها بطريقة يعني جميلة جدا. كريم الدبيس لعيب رائع، ويعني هو كلاعب سنه صغير هيعمل إضافة قوية جدا، وإن شاء الله بإذن الله يعني يكون بديل. مش عايزين نقول أو نظلمه ونقول إن هو بديل لعلي معلول، أو لأن يعني هو لو دخل في مقارنة مع علي معلول هتبقى مقارنة ظالمة يعني. بس كريم الدبيس أدى النهاردة أداء في المنطقة دي، أداء ولا أروع يعني. كان واخد الجنب الشمال كله، طبعا بالمشاركه مع امام عاشور. اللعيب التاني اللي عايزين نتكلم عليه يا جماعه هو كريستو. كريستو لعيب صغير في السن، ولعيب كان محتاج فرصه، لعيب رائع جدا. بس كريستو بدنيا ضعيف، ولكن هو مع الفرص ان شاء الله هيبقى لعيب رائع، وكريستو اضافه. الناحيه التانيه طبعا احمد عبد القادر. واحمد عبد القادر احنا مش هنقدر نتكلم عليه. احمد عبد القادر لعيب فنيا هو لعيب عالي جدا،
ومهاريا لعيب عالي جدا، ولكن احمد عبد القادر لعيب بيحب نفسه. وانا عن نفسي شايف ان احمد عبد القادر لو انخرط جوه المنظومه وابتدى يلعب مع زمايله زي ما الناس كلها بتعمل في منظومه النادي الاهلي ومنظومه مارسيل كولر بالتحديد، هيبقى لعيب يعني اعتقد ان احمد عبد القادر هيبقى احسن لعيب في الفرقه واحسن لعيب في مصر كمان. احنا كلنا شفنا حسين الشحات مهاريا عالي جدا، ولكن لما انخرط جوه المنظومه حسين الشحات بيقدم اداء ولا اروع ولا اجمل. حسين الشحات احسن لعيب في مصر حاليا. نتمنى ان احمد عبد القادر يدخل جوه منظومه النادي الاهلي ومنظومه لعب مارسيل كولر ويلعب مع زمايله. يعني الشغل اللعب الفردي ما بينفعش دايما. انت عندك حلول كتير ممكن تستخدمها في اوقات معينه، ولكن مش دايما الحل الفردي بيبقى مجدي. مع بدايه الشوط الثاني طبعا 1 2 رائع جدا. محمد هاني لعب العرضيه وكهربا متمركز في مكان يعني اكثر من رائع بين الاثنين المدافعين، وحط الكره راسيه ولا اروع. محمد هاني يعني احب اشكره على الاسيست، ولكن اتمنى ان محمد هاني اشوف منه الاسيستات دي كتير. يعني محمد هاني انا ما شفتش قبل كده محمد هاني بيعمل اسيست كره عرضيه غير مره او اتنين تقريبا. يعني لعيب عنده 27 سنه حاليا وبيلعب في النادي الاهلي كفريق اول بقاله اكتر من 7-8 سنين، ولحد دلوقتي محمد هاني عرضياته ضعيفه غير متقنه. لو جينا نراجع الاسيستات بتاعت محمد هاني هنلاقي حوالي 15 16 اسيست من يوم بدايه لعبه، فده لا يليق بالنادي الاهلي خالص. محمد هاني دفاعيا بيأدي كويس جدا واحيانا هجوميا بيأدي، ولكن عرضيات محمد هاني غير متقنه تماما. نتمنى ان محمد هاني يشتغل على الحته دي. اللعيب التاني اللي عايز اتكلم عنه هو كوكا. احمد نبيل كوكا يا جماعه لعيب صغير في السن، ولكن هو ديفندر في مركز الديفندر اكتشاف مارسيل كولر بصراحه. احمد نبيل كوكا في مركز الديفندر اكتشاف رائع لمارسيل كولر، بنحب نشكر كولر عليه. كان مسيطر على المنطقه دي تماما، ويعني ادى اداء رائع جدا. ودي مش اول مره كوكا يعملها، يعني كوكا كان عاملها قبل كده السنه اللي فاتت في الدوري قصاد المقاولين، والنهارده بيعملها قصاد سان جورج، والماتش اللي فات لعب برضه. كوكا هو لعيب ان شاء الله باذن الله هو المستقبل، واحنا بنشكر مارسيل كولر على الاضافات اللي هو عاملها دي. مارسيل كولر مدرب احنا مهما قلنا عليه كجمهور النادي الاهلي مش هنوفيه حقه. بس كده يا سيدي كده خلصنا حلقتنا النهارده من هجمه مرتده، ونتمنى ان تكون الحلقه عجبتكم. ولو في اي تعليق قولوا لنا في الكومنتات، احنا بنقبل النقد، يعني احنا لسه بنبتدي ان شاء الله باذن الله. لايك وسبسكرايب ودعمونا، وربنا يوفقنا ان شاء الله ونقدم لكم محتوى يليق بيكم.